تأسست قصبة أكادير أو فلا عام 1540 ميلاديا على يد السلطان محمد الشيخ السعدي. كانت القصبة تهدف إلى حماية المدينة من هجمات البرتغاليين الذين كانوا يتواجدون على ساحل أكادير. تعرضت القصبة لأضرار كبيرة جراء زلزال لشبونت، ثم دمرت بشكل شبه كامل جراء زلزال أكادير عام 1960. تم بناء القصبة عام 1540 على يد السلطان محمد الشيخ السعدي. كانت القصبة بمثابة حصن عسكري لحماية أكادير من هجمات البرتغاليين الذين كانوا يتواجدون في المنطقة. زلزال أكادير 1960 دمر القصبة بشكل شبه كامل وحولها إلى أطلال. خضعت القصبة لعمليات ترميم وتجديد على مر العصور، بما في ذلك ترميم كبير في عام 2002، ثم في عام 2020 بتوجيه من الملك محمد السادس تم انتقاد الترميمات، خاصة استخدام مواد غير مناسبة تحجب ملامح المباني الأصلية. تعد قصبة أكادير أوفلا معلما تاريخيا مهما يعكس تاريخ المنطقة وأهميتها الاستراتيجية. كانت القصبة في الماضي مركزا عسكريا وتجاريا نشطا. تطل القصبة على مدينة أكادير والمحيط الأطلسي، مما يوفر إطلالة بانورامية خلابة. Your smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your